السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. خلينا كده نصلي على النبي ونبدأ مع بعض نشوف التفاصيل اللي احنا هنتكلم فيها النهارده. أوقات كتير بنعمل ميتينجز جوه الكاليندر وبنحتاج نسجل عليه تايم شيت. طيب، هل أنا مضطر إن أنا أروح جوه الكاليندر علشان أبدأ أعمل ميتينج، وبعد كده أروح المديول بتاع البروجكت وأنشئ جواه التاسكز او التاسك واسجل على شيت؟ طب اربطهم ببعض ازاي؟ مفيش اصلا اي شيء يخص التاسكز، سواء على تاسكز كامله او على تاسكس موجوده اخش اقدر انشئ عليها ميتنج الا من الاكتيفيتي. ما اقدرش ان انا اعمل ده غير بالشكل ده. طب انا كده همشي الطريقه دي والشغل دوت مانولي، والميتنج اللي هعمله هضطر ان انا اسجله مره هناك واجي اسجله مره في التاسكز عندي، فبالتالي هاخد وقت كبير وباخد شغل كتير. طيب انا عملت ايه؟ آه، عملت كده اوتوميشن رول بتخليني اقدر وانس ان انا كريت ميتنج هنا في الكاليندر يروح يحط لي تاسك في البروجكت اند تاسك. تمام. يعني على سبيل المثال لو انا خدت هنا في يوم 16 مثلا، ممكن اعملها هنا بالويك، نشوف حسب الاسبوع ونقول له هات لي الويك مثلا اللي جاي، ونقول له مثلا يوم 13 من من مثلا 4 ل5 كده. أجي أفتح هنا التفاصيل دي وأقول له كاستمر ميتنج نمبر 2 فور اكزامبل يعني. تمام. اتحطت هنا الوقت والتاريخ بتاعي والديوريشن. تمام. أنا زودت هنا فيلد اسمه الكاستمر، والكاستمر ده بختار فيه هنا من الكاستمرز اللي عندي، بحيث إن أنا أقدر من خلال الكاستمر ده أحط العميل اللي أنا هعمل معاه، بحيث إنه أبقى قادر أشوف العميل من جوه إيه الشركة بتاعتي. تمام. أنا عارف إن في هنا اتنديز، بس إحنا عايزين يبقى في فيلد كده زيادة لمين هو الكاستمر، بحيث إن أنا أقدر أروح على شاشة الكاستمر انترنال لينك من هنا مباشرة أشوف كل البيانات اللي على الكاستمر وأنا واقف في الميتنج. إنما في الاتنديز هنا ما بقدرش أقف على الشخص أو اليوزر المحطوط أو الاتنديز المحطوط وأروح على الشاشة بتاعته، فأنا اضطريت إن أنا أحط الفيلد ده هنا وأشوفه بالشكل ده. وعندي هنا الاورجنايزر، مش شرط انا عشان داخل لطفي ربيع فهو حاطط الاورجنايزر لطفي ربيع. فانا لو غيرت مثلا سيلز بيرسون على سبيل المثال، عايز برضه هشوف الايفكت هنا لما غيرت واجي اسيف. المفروض ان الايه لطفي ربيع ده يتشال ويتحط مكانه الاورجنايزر وكمان معايا الكاستمرز. ده هنشوفه مع بعض. وانس برضو ان انا سي فور اكزامبل حطيت ديسكريبشن، قلت تيست مثلا 155 على سبيل المثال، بحيث إني برضه أشوف التيست ده هيعمل معايا إيه. وانس أنا عملت هنا كده سيف، أوتوماتيك حدث لي الاتنديز بالكاستمرز والأورجنايزر اللي هو السيلز بيرسون والعميل اللي عندي. وخدت كده هنا الديسكريبشن بتاع الميتنج ده ورحت بيه على التاسك هنا، وانا قايل للاوتوميشن رولز بتاعتي ان هو يحط لي في بروجكت معين. يعني اي ميتنجز يعمله بيتحط في بروجكت معين. تمام. بصيت لقيت هنا كده الايه الميتنج جالي في التاسك، وبناء على السبجكت بتاع الميتنج جاب لي السبجكت بتاع او التايتل بتاع التاسك. البروجكت اللي انا قلت له اخده هو اخده معايا باي ديفولت. وهنا الستارت ديت والاند ديت والديوريشن بيقول لي هنا في البلان تايم اللي هو ستارت ديدلاين واند ديدلاين والالوكيتد تايم. اوكي. وبعد كده اخد الاورجنايزر معايا هنا ان هو ده الاساينيز عندي جوه التاسك، واخد الكاستمرز اللي انا اخترته هنا حطه لي في الكاستمرز بتاع التاسك اللي انا بكون مفعل عليها التاسك. واخر شيء هو الديسكريبشن، اخده من ديسكريبشن الميتنج حطه معايا في الديسكريبشن بتاع التاسك. وانا على مستوى الميتنج زودت الفيلد اللي هنا ده سمارت بوتون. بيعمل ايه؟ بيجيب لي الاشخاص اللي انا حاطط عليهم الميتنج دوت كالشاشه بتاعتهم، يعني عشان اقدر اروح على
العميل، او ان انا اروح على الاورجنايزر او الموظف اللي انا حاطه عندي في الشاشه بتاعتي، بحيث ان انا لو حبيت ابص على اي بيانات عندهم، كام ميتنج عملوا، إيه التفاصيل، كشف حساب العميل لو انا عندي اي حاجه تخص العميل، او اي حاجه تخص السيلز بيرسون او الاورجنايزر، ابقى شايف عنده كام تاسكات، كام تاسكايه، ايه البيانات اللي عنده، وهكذا. فده كده عملته باوتوميشن رولز. ان انا لما جيت حطيت هنا الاوتوميشن رولز، قلت له على الموديل كاليندر ميتنج تيجي هنا تعمل تاسك و كده الديسكريبشن بتاعها، بحيث ان هو يشوف البيانات بتاعه التفاصيل دي. طبعا هنا الاكسكيوت كود هو اكسكيوت كود كبير شويه، بس طبعا خليت كده شات جي بي تي يساعدني فيه بقدر الامكان. هو يعني فضل شويه كتير يطلع لي ايرورز، بس صراحه يعني فادني كتير في ان انا اوصل للاداء ده. ولو جينا على التفاصيل بتاعه الشغل ده هنشوف نعمله مع بعض ازاي خطوه بخطوه. اول حاجه انا جيت هنا على مستوى الكريتر ده، بس تانية ما فيهاش الكلام ده كله، انا عملتها مع بعض. وجيت فتحت الفيست فيو، وحطيت ميتنج. تمام. قلت مثلا هنا تيست على سبيل المثال، هسيف. اول حاجه هزود الفيلد بتاع الكاستمر، انا مزوده هناك. هحط فيلد من نوع مينيت 1 عشان يجيب لي ريليتد بالكونتاكت اللي عندي. اقول له هات لي هنا الكونتاكت، تمام، اللي هو ده. واقول له هنا كونفير. وبعد كده هروح اغير اسم الفيلد. تمام. واقول له انه ده اسمه كاستمرز. تمام. وبعد كده هروح على البروجكت اند تاسك، احط اسم البروجكت اللي انا عامل عليه الكود بالظبط. تمام. تقدر طبعا تقدر تضيف انت البروجكت بتاعتك والحاجات الخاصة بيك، تزودها معاك في الكود يعني. انا جيت هنا هاخد بس الاسم exact match عشان يقرأوا من الكود، وهحطه هنا. وفعل معايا البيلابل عشان يظهر الكاستمر في شاشة التاسكات. وطبعا أقدر أكتب بقى إيه الستيتس بتاعت آه، التاسكات، وأكتب البيانات بتاعتي. تمام. بقى كمان الأوتوماتيك وانس إن أنا رحت على التاسك بتاعت العميل، البروجكت اللي أنا عملته، لأن في أكتيفيتي ظهرت أوتوماتيك بناء على تاريخ البلاند ديت بتاع التاسكاية، وبيكون قبلها بيوم، قبل الميتنج بيوم، بيدي الاكتيفيتي دي الديو. يعني مثلا دي هنا مثلا يوم 14، يعني بعد 5 ايام او 4 ايام او 6 ايام تقريبا. فانت هنا بيجي قبلها بيوم بالظبط بينشئ لك الايه الاكتيفيتي، يحط لك فيها ان انت تاخد اكشن او الفولو اب مع التاسك دي. تمام. فنكمل ونروح على الاوتوميشن اكشن. ده هنا الاوتوميشن رول. ودي كده كده كل الاوتوميشنز اللي احنا كنا عاملينها مع بعض. نقدر طبعا نشوفها في الفيديوهات اللي فاتت، في فيديوهات الاوتوميشن رولز بالذات الاودو ستوديو اللي هي موجوده على القناه. ممكن اسيب لكم لينك البلاي ليست بتاعتها. هنعمل واحده جديده ونقول مثلا create task from meeting. تمام. بعد كده هنيجي هنا نختار الكالندر ميتنج او كالندر ايفنت، هنقول هنا التريجر بتاعنا اون سيف. بعد كده هناخد هنا الاكشن، هنقول الاكشن بتاعنا اكسكيوت كود. تمام. وهنمسح كل اللي هنا دوت، وهنجيب الكود بتاعنا نقول هات لي الكود ده بالظبط زي ما هو مكتوب، ونحطه هنا في الاوتوميشن رول، بحيث ان هو ياخد كل التفاصيل بتاعتي. طبعا اي حد محتاج الكود ممكن يتواصل معايا وابعت له كود مباشرة ان شاء الله. وبعد كده هروح اعمل كده دوبليكيت من الشاشة، واروح على الكالندر ميتنج. تمام. واقول له هات لي اعمل لي اجتماع جديد.
الله ما يكونش فيه ايرورز أو شيء. تمام، ممكن ناخد على الأسبوع اللي جاي أو شيء، أو الأسبوع اللي بعده مثلا، نشوف التفاصيل. أقول له هات لي مثلا ميتنج من الوقت ده للوقت ده، وأقول له افتح هنا معايا عشان يجيب لي البيانات. وهحط هنا مثلا تيست 1، وهقول له ده الوقت طبعا اللي أنا هحدده. وهقول له هنا اختار لي الكاستمر مثلا، أي عميل من اللي موجودين، وبناء عليه هروح اختار أي عميل من الموجودين يعني. طبعا دي كان فيها عملاء كتير، ممكن ناخد العميل مثلا رقم 5 ده. تمام. هغير مثلا لطف رباعي ده، أخليه سيلز يوزر. أحط ديسكريبشن مثلا تيست 12، وأسيب على كده. تمام. فهو كده سيب لي، عمل لي أبديت على السيلز والكاستمرز اللي أنا اخترتهم هنا. تمام. هاخد كده ده اسم الميتنج، وهروح على البروجكت. هروح على البروجكت، أجيب التاسكس اللي عندي، ألاقي في هنا التاسك اتنشأت. جات لي معايا بالتفاصيل دي، الأكتيفيتي جت عليها كل حاجة. وحدث لي هنا الأساينيز بالسيلز بيرسون، حدث لي الكاستمرز بالكاستمرز اللي أنا اخترته هناك. وخد لي السبجكت بتاع الميتنج، حطه له في التاسك. خد ديسكريبشن كتبته هناك، حطه لي ديسكريبشن التاسك هنا. وخد لي البلان تايم، حطه هنا ستارت تو اند. واخد لي الالوكيتد تايم بناء على الديوريشن بتاع الميتنج اللي هناك. فانا كده قدرت اوتوماتيك ان انا اول ما انشئ ميتنج لاي شخص عندي من الاشخاص الموجوده، سواء حد محتاج خفيف مثبت تفاصيل خاصه بالجزء ده، خليته عندك ينشئ اجتماع يكريت اوتوماتيك ميتنج، ويروح اكتيفيتي خاصه بالشخص ده على الوقت الديدلاين بتاع التاسك، ويقول له ديسكريبشن معين، واقدر اغير برضه الديسكريبشن ده اوتوميتد اكشن. يعني هنا هتلاقي التايم بتاعك في كام وقت، وبتيجي تشوفها هنا بقى قبلها، قبل الميعاد بيوم تقريبا، ان انت تبقى ديو كام يعني. مثلا دي هنا 14، هتلاقي هنا دي كريدت كام، 19 اللي هو الوقت اللي احنا واقفين فيه. وهنا دي يوم 23، بتبقى ديو ان كمان يوم 23. بس اقدر اخليه يعملها قبل الوقت بيوم، ان انا اظبط الكود. تمام. ده كده كان الفيديو بتاعنا النهارده، وشكرا ليكم. وانا كده في تيبس اند تريكس جديده، يا رب تبقى مفيده لينا في شغلنا كلنا ونستفاد كلنا مع بعض. شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.